فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالآيات والحكم، محمد يوم الناس شافعنا، محمد الهادي من الظلم. حلفت يمينا إن قلبا يحبكم عليه عذاب النار قطعا محرم. سلام عليكم، والسلام ينيلني كمال شهود للجمال ويلهم. عرف صلى الله عليه وسلم بوفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته. وقد قال دهب بن منبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دهب من التابعين، قال: قرأت في 71 كتابا، فوجدت في جميعها أنه صلوات الله وسلامه عليه أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا، ووجدت أن الله سبحانه وتعالى لم يعط أحدا من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من بين رمال الدنيا. ومن أعظم أيضا خصائصه صلوات الله وسلامه عليه أن الله سبحانه وتعالى أكرم به هذه الأمة، لأن هذه الأمة حظها كبير، حظها سعيد، حظها جليل. بما صار حظها سعيدا وبما صار حظها جليلا؟ به صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي جاء عنه أنه قال: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. فهو حظنا وهو حظنا السعيد. والله سبحانه وتعالى برسالته وببعثته ميز هذه الأمة بأن جعلها خير أمة أخرجت للناس، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بل جعلهم شهداء على الأمة، على الأمم السابقة. وبين لنا في كتابنا القرآن ما تقدم من سير السابقين، ممن كذب وممن صدق وممن آمن وممن عاند وممن جحد وممن سمع وممن أطاع وممن عصى. فصارت هذه الأمة قد انكشف لها خبر من سبق، ولم يحصل هذا لمن سبقنا بالنسبة لنا، فنحن كشفت لنا أخبار من سبق.
نحن كشفت لنا أخبار السابقين، من عاند ومن صدق ومن أقر ومن عصى ومن أطاع ومن سمع واستجاب. كل هذه الأخبار التي تقدمت في الأمم السابقة، التي حصلت في الأمم السابقة، وما حصل بين الأمم وغيرهم، وما حصل بين الأمم وأنبيائهم ورسلهم، كل ذلك جاء في كتابنا العزيز، وكل ذلك بينه الله سبحانه وتعالى لنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأننا نكون شهداء على الناس. فإذا جاء يوم القيامة بفضل هذه الرسالة وبفضل هذه النبوة وبفضل هذه البعثة المحمدية، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأمة شهداء، يجعلهم شهداء على الناس. وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. ولم تزل هذه الشمائل الكريمة سمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وأخلاقه العظيمة تبرز في حوادث حياته، تبرز في مواقفه في عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، بما يحير العقول ويحير الأذهان. حتى لما اختلفت قريش في وضع الحجر الأسود في مكانه، تراد زعماؤهم وعقلاؤهم أن يحسموا الفتنة بأن يجعلوا الأمر لأول داخل من المسجد، فدخل من الباب هو صلى الله عليه وسلم وكان في 35 من عمره. فلما وقعت عيونهم عليه قال الكل هذا الأمين وكلنا نرضى به، هذا الأمين وكلنا نرضاه صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. اطمأنوا إليه وإلى خلقه الشريف، فحل المشكلة بأن بسط الرداء ووضع الحجر في وسط الرداء، وقال شيخ كل قبيلة يأتي، لتخرج كل قبيلة شيخها. فخرجت مشايخ القبائل قال خذوا بأطراف الرداء، فحمل كل شيخ بطرف الرداء، فقال قربوه إلى موضعه. فلما قربوه حمل الحجر ووضعه بيده الشريفة في مكانه، وانحلت المشكلة التي كادوا أن يقتتلوا عليها بسعة عقله صلى الله عليه وسلم. مكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. خيبر، معركة انتصرت فيها جيوش النبي صلى الله عليه وسلم في العام 7 من الهجرة على اليهود. قطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنما نحن بالرضا من أحبنا، وسلم إلينا أمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا، ينادى له في الكون أننا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا، ويكسى جلابيب الوقار بأنه قطم بإسلام على باب عزنا. يا آل بيت النبي، يا آل بيت النبي، يا آل بيت النبي، يا آل بيت النبي. محمد طابت الدنيا ببعثته، محمد جاء بالأمر